السلام عليكم من جديد في الكيس اوف ساينتفك ريسيرش كورس. معانا النهارده مع ليكتشر 8 بعنوان You should know. محاضرة مختلفة شوية وفي نفس الوقت مهمة بالنسبة لنا جدا. معاكم عبد الله الوكيل. احنا في المحاضرة دي هنعمل ايه؟ هنعمل ريفيجن على شابتر 1 وشابتر 2. مهم جدا، حاجات لازم تكون موجودة معاك قبل ما نبدأ في شابتر 3 اللي هي ريسيرش تولز والتكنولوجي. وطبعا شابتر 4 هيكون applied أكتر scientific writing. حابب أنوه تاني إن الكورس ده اتبنى على أساس إن معلومة بتبيلد أو بتبني على معلومة تانية. في تسلسل في الكونتنت، في شيء من التبسيط ان شاء الله موجود يعني في الكورس، بحيث لو انت for the first time او لاول مرة انت بتحضر كونتنت خاص باساسيات البحث العلمي، ان شاء الله تكون محقق اقصى استفادة من الكورس ده. فهنبدأ سريعا كده ريفيجن. في شابتر 1 بنتكلم فيه أو قلنا يعني ايه scientific research. قلت أول حاجة إن هو something new. هنا أنا عايز يعني نقطة تكون موجودة معاك دايما، وهي إنك whatever أنت فين في scientific research في البحث العلمي، أنت لازم تكون مبدع، لازم تقدم حاجة جديدة للناس. في صورة ايه دي ممكن اللي تختلف. احنا قلنا عن طريق ان انا بعمل answering a question او بجاوب على سؤال، او ان انا بحل مشكلة ممكن تكون موجودة. طيب ده كان اول حاجة. وتاني حاجة احنا اتكلمنا او بعدين كنقطة مهمة جدا، قلنا scientific او البحث العلمي ككلمة scientific و research. لما جينا ندقق عندها شوية قلنا ان احنا عندنا سؤال في البحث العلمي، دايما في سؤال بحاول اجاوبه يعني. طيب السؤال ده انا عايز انسر. انا هنا بتكلم في ان انا حد في البروسيس وانا شغال بحث علمي، انا حد عنده سؤال بسأل and عايز answer او عايز سؤال، عايز اجابة قصدي. طيب بحاول try different search terms in order to get relevant information. قلنا هنا انا مثلا انا ببحث بشكل عام عشان انا اعرف كنولج ليا كمعرفة ليا، فعايز اشوف تطبيقات النانو تكنولوجي. ادينا المثال ده في الزراعة مثلا، فقلت انا مش هعمل سيرش كده مرة واحدة ويطلع معايا نتيجة، لا انا محتاج ان انا اجمع داتا كتير واعمل relevant information، انقي منها المعلومات المتقاربة عشان احصل على الاجابة. فهنا في عملية، قلنا الفرق بين كلمة search و research. الريسيرش ان انا بكرر عملية السيرش بتاعتي. طيب ده كده research. كلمة scientific قلنا ان انا using a certain database، ان انا بستخدم محركات بحث معينة عشان يكون المصادر بتاعتي موثوقة. والداتا بيزز دي هنناقشها ان شاء الله في شابتر 3. يبقى حلو جدا كده، ان شاء الله وصل لك كلمة scientific research كمعنى داخلي وكمان معنى اصطلاحي يعني. طيب قلنا عشان ابدا في scientific research اول حاجة explore your topic. لو انا مثلا حد كيمياء مش هروح اعمل بحث علمي عن الكيمياء، لا انا لازم هشوف توبيك معين. مثلا ادينا مثال النانو تكنولوجي، فرع معين هو ده اللي انا حابب اتخصص فيه. بعد كده بستارت learning about it. انا قلت explore يعني اشوف بشكل عام، اكتشف، مش هقعد اذاكر، لا اكتشف بشكل عام. لقيت ان في شغف ليا هنا في الحتة دي، خلاص يبقى النانو تكنولوجي دي الحاجة اللي انا حابب اكمل فيها. بنعمل بعد كده ايه start learning about it. ببدأ اتعلم اكتر عن طريق ان انا اخد كورس متكامل، بحيث اعرف تاني من A to Z البحث او المجال ده بيتكلم في ايه. طب انا شفت كورس متكامل على النانو تكنولوجي فشدني قوي، يعني التطبيقات بتاعته في مجال الطاقة، وكمان مثلا في مجال السولار سيلز او الخلايا الشمسية، تطبيقات النانو تكنولوجي في الخلايا الشمسية. فبالتالي ده اللي لقيته شدني قوي، فخلاص انا هختار specific topic. انا هقعد ابحث واعمل scientific research في السولار سيلز او استخدامات النانو تكنولوجي في الخلايا الشمسية. طب بعد كده هبدأ ان انا اشوف سؤال. طبعا ده من خلال ان انا اقرا كتير واشوف الناس وصلت لايه، على اساس كده في بروسيس او ميثودولوجي منهجيه معينه ان انا ازاي اصلا اجيب السؤال ده. فبالتالي ببدا ان انا اجيب السؤال عشان اشتغل عليه كساينتفك ريسيرش. تمام. فده كده برضو حاجه مهمه جدا. بعد ما عرفنا يعني ايه ساينتفك ريسيرش، مهم تبدا يعني تعرف ابدا ازاي يا عبد الله يعني. طيب
حاجة تانية احنا اتكلمنا فيها ان انت كستودنت او ان انت كطالب او طالب ماجستير او ماستر. طبعا لو انا بتكلم هنا اندر جرادويت بشكل اساسي، مهم ان انت تبدأ المهارة دي وانت حتى لسه في سنة اولى جامعة. ليه؟ لان اول حاجة ايزير، يعني كل ما تبقى صغير كل ما التعلم كان اسهل بالنسبة لك. تاني حاجة الدنيا بقت اوبن، العالم كله بقى مفتوح ان انت تقدر تاخد الكونتنت اللي انت عايزه في اي وقت. تالت حاجة get your way، اعرف طريقك، ابدأ كده مثلا في المجال ده، لو لقيته تمام خلاص يبقى انت كده عرفت طريقك بدري. كل ما تعرف طريقك بدري كل ما تقدر تتميز بصورة أسرع من اللي حواليك. دايما اللي مركز على حاجة واللي عارف الطريق بتاعه فين هيقدر يمشي بسرعة زي ما بنقول، عكس اللي لسه بيدور أصلا فين الطريق اللي هيقدر يكمل فيه. طيب رابع حاجة، انت ممكن تكون الانكامينج ساينتست، ممكن تكون العالم كله بيدور عليه، او العالم اللي مش بيدور عليه، بس انت ممكن تكون الشخص اللي ربنا هيخليه ينقل الساينس في مجال معين في حتة مختلفة. فممكن تكون فعلا انت الانكامينج ساينتست، فديسكفر اكتشف ده بأسرع وقت. فبعد كده اتكلمنا على ان الريسيرش هو سكيل، فبالتالي انت ممكن تتعلمها مفيش مشكلة. تاني حاجة ان هو كارير، ده مصدر شغل، وانت اي شغل لو احنا بنتكلم بشكل عام whatever الوظيفة ايه، فاي شغل انا عشان ابقى مميز محتاج شوية جهد، وهكذا برضو الريسيرش هو وظيفة وهو مهنة، بس محتاجة عشان اتميز فيها ان انا اعمل جهد كبير. اتكلمنا كمان بعد كده التارجتس المختلفة من الساينتفك ريسيرش، انا ممكن استهدف ايه من البحث العلمي. قلنا اول حاجة مجال الاكاديمي، ان انا اشتغل في اليونيفرسيتيز في الجامعات كشغل بقى اكاديمي، آه، بيبقى فيه الشغل البحثي موجود، او ان انا اشتغل اتارجت ان انا اشتغل مراكز بحثية اشتغل فيها كباحث يعني. فاول حاجة مجال الاكاديمي. تاني حاجة مجال الار ان دي في شركات، شركة مثلا زي الأدوية أو كده بتحتاج حد R&D فيحل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في مصنع أو حاجة زي كده. لو احنا جينا مثلا لكوفيد 19، الكوفيد 19 مين اللي لقالها علاج مثلا في الشركات الكبيرة وكده؟ هم الناس بتوع ال R&D المتخصصين في شغل البحث. فأنت ممكن تشتغل في شركة لو أنت بتتارجت أو أنت يعني مهتم بالبحث العلمي. تالت حاجة هي مجال اسمه R2A، إن أنا ممكن أكتشف حاجة والحاجة دي أعمل بيها براءة اختراع، إن الفكرة دي بتاعتي، وأبدأ تبقى الحاجة دي يعني ليها ابلكيشن معين أو تطبيق، إن أنا ممكن أعمل منتج وأديه للناس أو أبيعه للناس. فممكن أنشئ شركة خاصة بالمنتج ده. فيبقى الحاجة التالتة إن أنا أكون صاحب شركة كمان. آه، رابع حاجة هي السكولرشيبس، المنح وهكذا. لو أنا مهتم إن أنا أكمل شغل بحث علمي برا مصر من خلال المنح المختلفة، يبقى أول حاجة يا إما أشتغل في اليونيفرسيتيز والمراكز البحثية، يا إما إن أنا أشتغل في شركة، يا إما أكون أنا صاحب شركة في ال R2E Research to Entrepreneurship، أو كمان منح خارجية scholarships. يبقى دي كمان التارجتس. شوية نصايح كده في نهاية الشابتر ده، ان انت تكون جود ريسيرشر. قلنا لازم تكون جود ريدر، انت لازم تكون مطلع على الابحاث اللي في التخصص بتاعك، تكون بتحب القراءة، عندك شغف كبير للقراءة، ودايما حتة الفضول بالنسبة لك انك تعرف، دي حاجة مهمة جدا للباحث. تالت حاجة او تاني حاجة هي thinking، او ان انت تبقى thinker. الريسيرشر لازم يبقى thinker، لان الفكرة كلها اللي تخليك البروجكت البحثي ان هو يبقى مشروع بحثي عادي او ان هو ياخد نوبل برايز عبارة عن فكرة. يعني اللعبة كلها في الفكرة ايه. فلازم تكون thinker كويس، لازم تكون creative مش بتكرر، لازم تكون مبدع على قد ما تقدر. لازم تكون humble متواضع. وقلنا ان خاصة المجال العلمي والبحثي الواحد بيشوف ان هو مش حاجة خالص مقارنة، لان العلم كبير جدا مهما اكون عارف في حتة، وانا بكون جاهل في حاجات كتير. فلازم دايما تكون humble متواضع، وتشير تشارك النولج أو المعرفة بتاعتك. آخر حاجة إن أنت تكون patient، لازم تكون صبور عشان تقدر تحقق نتائج، لأن ده ممكن ياخد منك وقت. رسالة مثلا أو دكتور زويل عشان ياخد نوبل برايز، البروجكت بتاعه أو المشروع بتاعه أو التلسكوب اللي هو اشتغل عليه اوريدي خد سنين، ممكن نقول 10 20 سنة، سنين علشان يقدر إن هو يحقق حاجة، إن هو يعمل حاجة ممكن تكون مؤثرة جدا في العالم.
فلازم تكون patient، لازم تكون صبور في الداتا بتاعتك اللي انت شغال عليها. فده كده كان ملخص سريع لشابتر 1 اللي هو كان scientific research وإيه أهميته. شابتر 2 الخيارات البحثية، هنتكلم مراجعة برضه revision مهمة جدا لحاجات أساسية لازم تكون موجودة معاك. لو احنا بدأنا كده ان احنا قلنا ان ال research options الخيارات البحثية، انا already بشتغل على حاجة اسمها research projects، مشروع بحث. المشروع البحث ده ممكن يكون نوع، يعني ايه بالظبط الاسهام اللي انا هعمله او الاسهام البحث اللي انا هعمله بيختلف باختلاف الصورة بتاعته. اول حاجة احنا قلنا ان في primary او original papers او original research، primary ابحاث النتائج بتاعتها انا لاول مرة اطلع نتائج للناس. قلنا في observational بيعتمد على الملاحظات زي cross sectional study، وكمان حاجة اسمها case control study، وحاجة تالتة اسمها case report و cohort study. الحاجات ال observational دي لو انت مش حد already مش حد متخصص medical شوية ممكن ما تهتمش بيه، بس لازم تكون مدرك ان الحاجات دي موجودة يعني. في حاجة اللي هي الاكسبيرمنتال، بخش اللاب، ممكن لاب وورك او من خلال كلينيكال ترايلز. اللاب وورك ان انا اخش معمل واطلع نتائج، بيبقى عادة في البيزك ساينس. الابلايد لو في الميديكال او في طب مثلا بنحتاج كلينيكال ترايلز ان انا اطبق الشغل بتاعي على بيشنس او مرضى، فبالتالي ده في مستشفى مش بيكون في معمل. في بتوع هندسة كمان الشغل بيبقى في ورش، تمام، ده بيكون جزء experimental ان انا اطلع نتيجة already او حاجة عملية او نتيجة بشكل كبير يعني. طيب في حاجة تانية قلنا الهايبوثيسز، الفرضيات، ان انا ممكن يكون عندي فكرة كويسة جدا وجديدة بس ممكن ما اقدرش اطبقها فبنشرها كهايبوثيسز. السكندري او الابحاث السكندري من اسمها سكندري لانها تعتمد على البرايمري او النتائج اللي موجودة في البرايمري. لو احنا قلنا ان انا في ريفيو بجمع 200 بحث عشان اطلع منهم اناقشهم اشوف بيقولوا ايه. وقلنا في نوع النيجاتيف ريفيو، السيستماتيك ريفيو، كمان في الميتا اناليسيس. احنا قلنا كده في شوية حاجات هنركز عليهم. تعالوا نشوف هنا بعجالة برضو. الريسيرش بروجيكتس قلنا البرايمري، في منها الاكسبيرمنتال الشغل العملي بطلعه في هيئة اوريجينال بيبرز او في هيئة بيتنت. وقلنا في الهايبوثيسز، قلنا السكندري ريسيرش اللي هو ريفيوز، قلنا الناريتيف ريفيو، وتجميع ومجمع ناريتيف ريفيو بيديني بوك شابتر، والسيستماتيك ريفيو. بشيء برضو ملخص كده سريع، تعالوا نشوف كل حاجة من دي بتقول ايه. لو احنا جينا بدأنا البداية بتاعتنا بالناريتيف ريفيو، فاحنا ادينا مثال كده وقلنا المكونات المختلفة بتاعته، بس قلنا أهم حاجة في الناريتيف ريفيو وهي فكرة الاوتلاينز والسب اوتلاينز. أنا من العنوان الراجل ده بيعمل ايه، بيجيب مثلا محاور أساسية هيتكلم فيها. هنا مستخدم مثلا مادة معينة، هيتكلم عن طرق المختلفة لتحضيرها، الناس اللي حضروها ازاي، فيشوف الأبحاث اللي اشتغلت على كده. فده محور تاني الخصائص بتاع المادة دي، ومحور تالت تطبيق معين. فهو اوريدي عنده 3 محاور أساسية، بنسمي المحاور الأساسية دي الأوتلاينز. جوه كل محور بيبقى فيه سب اوتلاينز، بيبقى فيه عناوين فرعية، فدي بنسميها سب اوتلاينز. زي مثلا ان انا المحور الاول هو عبارة عن البريبريشن او التحضير يعني، فانا هشوف اكيد في المحور ده كل طريقة كده هيمسكها ويشرح. فكل طريقة داخلية دي بنسميها سب اوتلاينز. في النيجاتيف ريفيو عبارة عن ايه، ان انا عمال بحكي الابحاث بتقول ايه، عمال بكتب كده واقول والله العالم الفلاني قال كذا والعالم العلاني قال كذا وهكذا يعني. فاحنا مثلا بنجيب في طريقة تحضير معينة، بشوف في 5 مجموعات بحثية حضروا المادة دي، فبقول والله الأول حضر بطريقة كذا، والتاني حضر بطريقة كذا، والتالت حضر بطريقة كذا. فبعمل زي ملهاش قواعد معينة أو مش فكرة قواعد معينة، أنا باخد المحور بتاعي وأقعد أعمل ديسكشن كده، أو إن أنا أقعد أتكلم أشوف الأبحاث دي قالت ايه. فده كده الناريتيف ريفيو. هل في قواعد معينة همشي عليها عشان اعملها؟ لا، هو جاست بس هتقول المحاور بتاعتك وتمسك كل محور وتكتب فيه، تمام كده، تمام. ده الناريتيف ريفيو بشكل اساسي.
انا عايز اشير تاني ان النيجاتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو ممكن يطلق عليهم الاثنين literature ريفيو او ريفيو ارتكلز. تمام. طيب تعالوا نشوف النوع التاني من الريفيوز هو السيستماتيك ريفيو. احنا ادينا مثال اهو، العنوان بتاعه كان شغال على سيستماتيك ريفيو للكوفيد. قلنا السيستماتيك ريفيو الفرق الاساسي فيه برضه هي فكرة، انا طبعا بجمع ابحاث وبعمل لها، يعني بشوف مثلا 200 بحث وصلوا لايه في السيستم من خلال السيستماتيك ريفيو ده. طيب ايه المميز في السيستماتيك ريفيو عن النيجاتيف ريفيو؟ هي فكرة ان في ميثود، في طريقة معينة لازم اعمل بيها سيستماتيك ريفيو. ففي طريقة معينة عشان اخد الداتا لازم. هنا ممكن نقول ان السيستماتيك من اسم السيستماتيك كده بيعتمد على ايه؟ سيستم معين، نظام معين في الكتابة بتاعته، عكس النيجاتيف اللي هو اوبن بالنسبة لي. فالسيستماتيك لازم ان انا اختار، مثلا هختار داتا لازم اختارها بطريقة معينة، لازم احلل الشغل بتاعي بطريقة معينة. فبالتالي هلاقي ان فكرة في سيكشن اسمه الميثودز، وسيكشن تاني اسمه results، نتائج الداتا دي بجمعها في tables واقول كل بحث قال ايه، وبعمل analysis تحاليل للداتا دي. فده كده فكرة السيستماتيك والنيجاتيف ريفيو. الفرق بينهم اوريدي برضه بيكون في العنوان كلمة سيستماتيك. انا هخش في السيستماتيك هلاقي فكرة ميثود اكيد مش موجودة في النيجاتيف ريفيو. طيب هلاقي فكرة ريزلت، مفيش كلمة ريزلت في النيجاتيف ريفيو. فده فكرة سيستماتيك ريفيو والنيجاتيف ريفيو كفروق بينهم، واعتقد احنا عندنا كمان امثلة. طيب ده كده كان فكرة النيجاتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو. تعالوا كده نشوف الاوريجينال بيبرز. احنا ادينا المثال بتاعتها وقلنا ان الراجل هنا في الاوريجينال بيبر بيكون سبيسيفيك قوي على حته جديده، جاب جديد، نقطه جديده جابها محدش وصل لها قبل كده. فكان في البحث ده ان الراجل عمل نوفل، حضر ماده جديده واستخدمها في تطبيق معين. الاوريجينال بيبر بيبقى فيها سيكشن مهم وهو الاكسبيرمنتال. بشوف الماتيريال او بيسمى ساعات الماتيريالز اند ميثودز. الراجل بيخش المعمل ويحكي لنا هو عمل ايه في المعمل، والله حضر مادة ووصفها واشتغل على تطبيق معين. فده كده اسمه experimental. بلاقي السكشن بتاع الاكسبيرمنتال او باسم تاني materials and methods في البحث بتاعي. تاني حاجة results and discussions بتبقى موجودة، بشوف نتائج التجارب اللي انا عملتها دي عملت ايه، وبعمل discussion اللي هو اشوف، يعني احلل بقى، يعني مش احلل دي من خلال الكتابة. يعني انا والله لما حضرت طلعت المادة بشكل معين، طلعت التطبيق بتاعها كان كويس جدا وكان أفضل من الحاجات المختلفة. فبلاقي سيكشن خاص بالريزلتس اند ديسكشن للإكسبيرمنتس، للتجارب. تمام. فده كده الأوريجينال بيبر بشكل أساسي. تاني إن احنا بيكون في جزء اكسبيرمنتال في جزء عام. طيب حلو جدا. البيتنت بقى احنا لما جينا قلنا عليها قلنا ان احنا برضو شغالين في ريسيرش بروجكت، وقلنا ان هو برايمري اكسبيرمنتال برضو عملي، لكن بيفرق عن فكرة البيبر ان انا شغل ابلايد، يعني شغل تطبيقي. بعمل ايه؟ بعمل لو انا معايا شغل تطبيقي ممكن ينزل السوق كمنتج، بعمل له بيتنت ان انا احفظ بيه حقوق الملكيه بتاعتي، ان ده براءه اختراع ليا او للتيم بتاعي، فما ينفعش حد يطبقها غير كده. وقلنا ان ده ينفع اكتر في مجال الار تو اي. حابب ان او ريسيرش تو انتربرينورشيب، لو انا عايز اسس شركه خاصه ببيع المنتج ده، حابب انوه على حاجه بين الفرق بين البيبرز والاوريجينال، من الاوريجينال بيبرز والبيتنت. انا ممكن اعمل البيتنت كبيبر وليس العكس، يعني او مش وليس العكس. فكرة كل البيتنت تنفع بيبرز، لكن مش كل البيبرز تنفع بيتنت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اشتغل على بيبر عادي ما يبقاش في منتج فيها او ما تبقاش تطبيقية اوي، فبالتالي مش مفيش داعي ان انا اعمل فيها البيتنت. لكن انا انا مثلا البيتنت بتاعتي عملت او عايز اعمل بيتنت في ماتيريال حضرتها ووصفتها وماتيريال جديدة، ممكن اروح اعمل عليها بيتنت وممكن في نفس الوقت انشرها كبيبر. تمام. يبقى الفكرة هنا ان البيتنت، او لو انا شغال اكسبيرمنتال وهو ابلايد، فانا بروح احفظ بس الفكرة دي، لان دي ممكن حد ينزلها السوق مكاني او يسرق الفكرة دي، فبحفظها كبيتنت. تمام.
طيب كبراءة اختراع. طيب يبقى كده ده الفرق بين البيبر والبيتنت كشغل اكسبيرمنت. فاضل لنا حاجة كده وهي فكرة البوك شابتر. احنا قلنا البوك شابتر، لو انا قلت البوكس او الكتب زمان، لو انا بتكلم على كتاب الكيمياء فهو بيعتمد على اولد داتا. طيب لو انا بتكلم كاسهام بحثي جديد ان انا هشتغل على حاجة انشرها كبوك، بشوف حاجة جديدة او علم جديد او يعني علم او فرع جديد لسه شغالين عليه. فانا مثلا اديت مثال، هعمل كتاب عن النانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي اوريدي كعلم 20 أو 30 سنة، لسه جديد، فبالتالي الأبحاث بتاعته جديدة. فعلى أساس كده ممكن إن احنا نعمل كتاب بيعتمد على نيو داتا أو داتا حديثة. وكنا شرحنا إن البوك شابتر أو الكتاب بيبقى عبارة عن شباتر مختلفة. الشابتر الواحد ممكن يكون عبارة عن ريفيو، فبالتالي collection of reviews ممكن يعملوا لنا البوك بتاعنا. تمام كده، يبقى ده كان البوك شابتر. أخيرا احنا اتكلمنا على الهايبوثيسز وقلنا ان احنا ممكن يكون عندنا سؤال. طبعا الهايبوثيسز في حالة ان انا مش هقدر اطبقها يعني بشكل براكتيكال. لو انا عندي سؤال كويستشن وبيبقى اول حاجة ببدأ بسؤال وبشوف الليتريتشر حوالين السؤال ده، بتبقى يعني يعني ايه اللي موجود حوالين السؤال ده، واشوف الناس بتقول ايه. فبقرأ يعني الليتريتشر او الابحاث المنشورة في المجال ده، وببدأ أعين ال variables أو إيه هي الحاجات المختلفة اللي أنا هشتغل عليها، وببدأ أدي الافتراضات بتاعتي، وبشوف الداتا اللي ممكن تأدي الافتراض ده، وفي الآخر بشوف أنا لقيت إيه. واديت مثال عشان تبقوا فاهمين النقطة دي تاني، إن أنا مثلا جينا في أيام كوفيد. في أيام كوفيد، كوفيد هو بينتمي لسلسلة من الفيروسات، تمام. طيب اوريدي السلسلة دي كان في أدوية استخدمت في علاج باقي الفيروسات غير كوفيد 19. فبالتالي بما إن العلاج ده كان كويس في علاج فيروس شبيه مثلا بكوفيد، يبقى كده العلاج ده ممكن ان هو، انا بفترض ان هو هيدي نتيجة كويسة مع كوفيد، وهكذا. فبتبقى فرضية. فبشوف الابحاث الليتريتشر بيتكلم في ايه في حتة علاج الدواء ده في الفيروس اللي شبيه بكوفيد. فبالتالي ده بنسميه الليتريتشر ريفيو او الابحاث المنشورة. وانا في الفرضية بتاعتي بشوف مثلا حاجة تأيد او داتا تسبورت ان الدواء ده هينفع ويخرج على كوفيد، عن طريق مثلا ان انا اقول ان في حاجة متشابهة جدا بين كوفيد والفيروس اللي الدواء ده اوريدي بيعالجه، وهكذا. فبتبقى هايبوثيسز فرضية. في نقطة حابب اشير ليها، الهايبوثيسز ممكن انشرها كنيجاتيف ريفيو. يعني ممكن انا اوريدي بجمع ابحاث ومعايا سؤال ومعايا يعني حاجه افتراض انا عايز اقوله. انا في الناريتيف ريفيو لما بقرا انا قلت ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها الكونكلوجن بتاعتنا وفيوتشر برسبكتيفز. انا من خلال قراءتي للابحاث دي بقول كمان ان في كونكلوجن معينه استنتجتها. انا ممكن اعمل ده ان انا اشوف الهايبوثيسيس دي وانشرها على هيئه ان هي نيجاتيف ريفيو، بشوف الابحاث اللي اتكلمت على الدرج او العلاج ده لفيروس معين. فبالتالي بقترح بقى بعدين كنيجاتيف ريفيو ان هو ممكن يدي على كوفيد 19. فبالتالي الهايبوثيسز ممكن انشرها كنيجاتيف ريفيو، بس طبعا مش هينفع العكس، ان انا انشر النيجاتيف ريفيو كهايبوثيسز. لكن النيجاتيف ريفيو ممكن يساعدني ان انا انشر هايبوثيسز عن طريق ان انا اقرا الابحاث واطلع جاب او اطلع نقطتين، وهكذا يعني. فده كان بشكل مبسط كده الأنواع المختلفة. أتمنى إن هي تكون حاضرة في ذهنكم بشكل كبير. إحنا ختمنا الشابتر 2 بالكونفرنسز، بالمؤتمرات، وقلنا أهميتها إن أنا أروح أقابل الريسيرشرز أو الباحثين والساينتستس العلماء في المجال بتاعي. الكونفرنس بيبقى مؤتمر خاص بأبحاث في مجال معين، ممكن يكون على مستوى محلي ومستوى كمان دولي، ناشونال أو انترناشونال كونفرنسز، مؤتمرات. بسجل على الموقع بتاعهم عن طريق إن أنا أرفع أبستراكت بتاعتي، سواء أبستراكت لبيبر
موجز لبيبر أو شغل عملي أنا شغال عليه، أو موجز لريفيو في مؤتمرات بتقبل حاجة زي كده شغال أو اشتغلت عليه في الحالتين برضو. يعني مش شرط إن أنا لسه شغال، إن أنا خلصت البحث وخلاص وكمان نشرته كابستراكت في مجلات أو في مؤتمرات بتسمح أو بتتعاقد مع مجلات إن أنت تعمل publication أو نشر للبحث بتاعك لو أنت لسه منشرتوش. بتروح تعرض في المؤتمر ده بوستر، وادينا مثال أو شكل البوستر ده بقى عامل ازاي، أو من خلال oral presentation إن أنت تعمل presentation لمدة ربع ساعة وخلاص على كده. لكن البوستر بتقف طول اليوم تشرح لأي حد معدي على البوستر بتاعك. كده هو كان نهاية أو يعني كان ريفيجن كده، يا رب تكون مثمرة ومفيدة لشابتر 1 وشابتر 2. وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ في شابتر 3، فاستعدوا. السلام عليكم.